هنا كيعطينا واحد الصوره ديال انه المكان ديال اكس محجوز، يعني يتالق اللي بغى يتالق ويكون مزيان اللي بغى يكون مزيان. راه الحارس الثاني راه محجوز، رغم انه يكون عنده اصابه راه غادي تجي الوقيته ديال لاكوب دي موند راه غادي يكون يعني في اللائحه. هو ماشي غير عطى اشارات، هو حسم ماشي تقريبا حسم، قال على انه راه في هذه الخرجه اللي خرج مؤخرا قال على ان المحمدي كاين في لا ليست اللي جايه. دونك هذا او دابا حاليا حنا عارفين شكون رقم واحد اللي غادي يكون ديما المحمدي غادي. باش نضيف لك هشام في الفكره ديالك، واش ما كتشوفش ان نورمالمون هذا التعامل مع بعض اللاعبين ولا بعض نوعيات اللاعبين اللي كتكون عندهم واحد الكاريزما، عندهم واحد التجربه، عندهم واحد السلطه ربما في لي فيسير باش انهم كيعاونوا المدرب يخرج بعض الماتشات ولا يوصل اللاعبين والزملاء ديال لواحد المستوى معين، يدار في بعض المراكز اللي ربما فيها خصص. الا تكلمتي لي على وسط الدفاع نقول لك اتفق معاك، ديوب ما لعبش بزاف منذ المعسكر الاخير الى يومنا هذا مع الفريق ديالو، لعب بعض المباريات، لكن الحاجه الى لاعبين في خط الدفاع خلتنا نناديو على هاد اللاعبين. بالمقابل كنشوفوا في حراسه المرمى كاين اكثر من 4 الحراس المرمى جاهزين في المستوى العالي. يعني كان الحديث ديال سي محمد المغوثي على التاغناوتي، الحديث على الحرار، حيث ربما بدرجه اقل على بن عابد وحارس المغرب الرياضي الفاسي. واش نقولوا ان محمد وهبي وزنيتي كذلك اللي قدم اداء مميز مع نهضه بركان وجا يعني وحيد ليه الرسميه مباشره، يعني كما قلتي ما داروش لو بون دو توش ولا تسنى واحد جوج مرات رجع دخل. واش انا ما كاينش واحد النوع ديال ما نقولوش فرزيات ولكن نوعيه التعاطي مع الموضوع من وهبي ربما يخلي شويه النقاش يدور فيه؟ لا كنعرفوا على ان المحمدي لعب كوب دي موند ديال 2018 لعب كوب دي موند ديال 2022 كان مع التاغناوتي كان مع اللائحه. نعم باستحقاق، كان الحمدي باستحقاق. كنا كنشيدوا به وتنقولوا حيت حنا كنكونوا دائما للامانه كنتكلموا بدون خلفيات كما العاده. ولكن الظرفيه الحاليه راه عندك بزاف ديال الحراس. شي مثلا كون كانت عندنا حنا في الساحه ما كاينش عندنا حراس ما بارزينش نقولوا اوكي ممكن لان المحمدي بالتجربه ديالو حارس ممكن يلعب 2 ماتشات 3 تقدر تستعين به. ولكن حاليا كاينه منافسه، الا غادي نبداو نقلبوا على الاسم فغادي نرجعوا بخطوات للوراء وغادي نتكلموا على الايام اللي كنا كنقولوا لا راه كنا كنعيطوا على اللاعبين بدون جاهزيه. ما يمكنش نقولوها في الفتره السابقه ونجيو حتى لهذه الفتره ونقولوا لا راه اللاعب بحموله ديال التجربه وعنده الاكسبيريونس اللي غادي يفيد بها المنتخب. لان دارت مع الناخب الوطني السابق وليد الركراكي يعني نادى على المحمدي اللي كان ربما كيعاني من اصابه وكانت غير معروفه وبقى في صفوف المنتخب. هذا عمليه جراحيه الى جانب عمليه جراحيه لاصابه كانت عنده قبل الكان. ايوا كي ديك الساعه ما كانش واضحه، ما كناش عارفين كان امرابط اللي تصاب مع الفريق ديالو ورجع حتى لاخر لحظه، كان حكيمي، كانوا بزاف اللاعبين اللي عندهم كاريزما وعندهم واحد الاسم اللي وارد اسم كبير في المنتخب الوطني المغربي، ورغم ذلك جاو ولقاو انتقادات